هاي، كيفكن؟ اليوم رح يكون الفيديو عن السبتمبر فيفوريتس، يعني البرودكتس يلي حبيتهم كتير خلال شهر سبتمبر. إذا حابين تعرفوا شو هن البرودكتس يلي حبيتهم واللي استعملتهم أكتر شي، خليكن معي. بما انكم كتير حبيتوا الفيديو السابق يلي عملته عن الجولاي فيفوريتس، قررت اعمل كل فترة والتاني، كل شهر ما عم تزبط معي لانه مش كل الاشهر عم جرب اشياء جديدة او في اشياء بتبهرني هالقد. بس هالشهر كان كتير ناجح لانه جربت كتير برودكت جداد وحابة اخبركم عنهم لانه عن جد بيستاهلوا واحد يحكي عنهم. منبلش اول شي بالسكين كير، يعني الاشياء للوجه وللبشرة. من الأول إشي اللي حابة أحكي لكم عنه هو الزيت من كلارنس يلي هو البلو أوركيد تريتمنت أويل. أنا هيدا الأويل صار عندي إياه أكتر من سنة، بس أول فترة ما كنت حبه بالمرة لأنه طلع إنه عم بستعمله غلط. طريقة استعمال هيدا الزيت مش مثل باقي الزيوت الفيس اللي بتحطون إنه بتناموا فيهم أو بتتركون إنه خلص لا تمتص البشرة. هيدا بينحط مثل الماسك، يعني بينحط لربع ساعة تلت ساعة وبيرجع بينشال. بس جربت هالطريقة صراحة I fell in love with it، يعني هيدا كتير غير لي بشرتي، كتير حسنا من ناحية النشفان، من ناحية الاشياء الحبوب اللي عم تطلع لي، الريدنس، يعني كأنه عم بيعمل تريتمنت لكل الوجه وعم بيحسنه بطريقة كتير منيحة. ريحته شوي مش للكل، كتير طبي، يعني كتير مثل حشيش ومع ورود وزهور، بس أنا بحبه. وفي منه هيدا الزيت من 3 أنواع، في منه للأويلي سكين، للنورمال سكين، وهيدا الديهايدريتد. كتير بنصحكم فيه إذا عندكم مشاكل بالبشرة شو ما كانت، هالزيت بحله. الشغلة الثانية كمان يلي كتير واو، يلي كتير حبيته وما بعرف كيف كنت عيش بدونها، هو من كلارنس يلي هو اسمه بيوتي فلاش بوم، هو برايتنز اند تايتنز. هيدا البرودكت كنت اسمع عنه على اليوتيوب من كتير بلوجر صار لي شي 2 سنين، وكنت اقول انه شو هيدا الشيء اللي انه عم بيحطوه على وجههم قبل ما يحطوا ميك اب، انه شو بده يعطي ليعطي. اتس نوت ا برايمر، منه مثل البرايمر اللي بتحطوه قبل الميك اب، قبل الفاونديشن. اتس مور اوف كيف بدي اشرحها، يعني اذا بتحسوا انه بشرتكم كتير رمادي على هيك، على اصفر، بتحسوا تعبانه، على ما عم بتناموا منيح، بتحطوا هيدا البرودكت فجأة بتحسوا وشكم مضوى بلا ما تحطوا شيء. يعني بلا ما تحطوا شيء تاني. يعني انا بتوصل معي لمرحله انه بقدر ما احط كونسيلر بس احط من هيدا الشيء. عندي هيدا سامبل سايز لانه كنت شاريه ترافل سايزز من انا وبالسفر من الديوتي فري، بس اكيد رح اشتري فول سايز، كتير بحبه وبنصحه يلا حدا لانه عن جد بيعمل الفرق. إذا بقدر استعمل بودي باتر واحد، مش بس بودي باتر، حيلا شي كريم واحد لترطيب البشرة لآخر حياتي، هو هيدا البودي شوب بودي باتر بسنت تبع مانجو. أوف كتير بحبه، بعتبره من أحسن كريمات للبشرة، كتير بيرطب بطريقة حلوة. أول شيء الثك، يعني سميك بس بنفس الوقت تمتصه بطريقة كتير حلوة. يعني إذا حطيته أنتوا أخذتوا شاور الصبح وحطيته من هيدا، فيكم دغري تلبسوا تيابكم، فيكم تلبسوا جينز، ما بيلزق، بس بيعطي هيدي اللمعة على الإجرين. يعني إذا عم تلبسوا طنانير أو فساتين وبنحطه من هيدا it's perfect. ترطيبه كتير منيح. أنا كنت عاني كتير من بشرة ناشفة على إجري من الشمس خصوصا بالصيفية، هيدا الشيء كتير بحلها. بيضاين معي فترة كتير طويلة، يعني أنا شريته على الكريسماس السنة الماضية وبستعمله كتير، يعني تقريبا إذا مش كل يوم 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 لا وبعده. هذا الحلو لأنه سميك، بس الأشياء السميكة ما تكون بحاجة لكتير، يعني بدكم تاخدوا هالقد نكزة صغيرة بيعملكم الإجرتين بنفس الطريقة. إذا أنتم بتحبوا مانجو أو بتحبوا المانجو سنتد أشياء من بودي شوب، بنصحكم فيه كتير لأنه عن جد عن جد عن جد كتير منيح وكتير مفيد للبشرة الجافة. يعني إذا أنتم عندكم بشرة جافة وما عم بيفيدوكم اللوشنز اللي عم تستعملون، هيدا حلكم بودي باتر. وإذا ما بتحبوا مانجو، في منه 100,000 سنت، أكيد بتلاقوا السنت يلي أنتم بتحبوه. وفاينلي صار عندي باتيست. اللي ما بتعرفوا، اللي منكم ما بيعرف شو باتيست هو دراي شامبو
بتستعملوه وقت شعركم بلش يخسر الفوليوم تبعه. يعني انا هلا شعري نظيف محمم يعني، بس عملت له شويه سشوار، ضربتين سشوار، بتحسوه هيك حياة وحيوي وهيك. اكيد على النهار الثالث بصير خلص بتحسوه شوي ميت. سو كيف بدكم تسترجعوا له الفوليوم اللي هو من دراي شامبو؟ لانه انا صراحه من الاشخاص اللي ما بيحب يحمم شعره اكثر من مره، ماكسيموم مرتين بالاسبوع، هيدا اللي انكترت يعني كل 4 ايام بحمم شعري. سو باتيست هو بيرفكت. ما كنت انه كنت اسمع عنه بس ما كنت جربه لانه ما قدرت لاقيهم بلبنان، هيدا جبته من مصر. صراحه باتيست كتير منيح. الريحة تاعته كتير عادية، ما بعرف ليه العالم بتقول انه ريحته بشعة كتير. كتير مفيد، ما بيلزق الشعر. يعني كان عندي انا واحد من تريزمي شوي بتحسوا بيلزق الشعر، هيدا ما بيلزق الشعر بالمرة. so it's perfect. اذا انتو you're looking for dry shampoo ليعطيكم هيدا الفوليوم ولش كأنه شعركم بعد محمم بجديد، جربوا باتيست. في منه كتير الوان. انا عندي الاوريجينال الاساسي، منه كتير غالي، تقريبا بحدود $6 هيك شيء. بس المشكلة كمان بلبنان ما في غرض. واخر غرض من سكين كير هو ديودوران. بعرف واحد ما كتير بيحكي عن ديودوران على البيوتي تشانل، بس انه كنت دايما استعمل الديودورانس العادية يعني بتلاقوهم بالسوبر ماركت، من دوف لافال السبيد ستيك، في اشياء كتير جربتها. بس اخر فتره عم بحس انه عم بتنشف كتير منطقه تحت الايدي، تحت الباطن، وما عم بحب الشعور تاعولون، بحس كتير عم بنشف، وروائحهم كتير صايره قويه، بحسها انه عم تتضارب مع البرفيوم اللي انا عم حطها يلي ما كتير حبيته. قررت انه ليه الواحد بيهتم ببشرته بيهتم باشياء تانية، يهتم هيك كمان بشره. قررت روح اشتري من فيشي لانه كتير سمعت عنها، وجبت هيدا التريتمنت انتي ترانسبيرنت 48 hours. 48 hours اكيد مش 48 hours. بس الترتيب صراحه اول شيء ريحته كتير حلوه، كتير هيك مثل كأنكم ظهرتوا من الشاور. كيف ريحة الشاور جل هيك خفيفة كتير، بتحسوا بتطلع مثل كريمي، يعني بتحسوا كأنه كريم عم ينزل تحت على البشرة. كتير بتهتم فيها. الحلو كمان فيها انه دغري بتنشف، وتاني شيء ما عم تترك اثار على التيشيرت. عرفتوا هالأثار مثلا اذا كنتوا لابسين اسود بصير هيك ابيض، او اذا كنتوا لابسين ابيض بصير اصفر. حاليا مع هذا الديودوران ما عم بحس هذا الشيء which is good. برجع بقلكم اكثر اذا عن جد كان بيرفكت او لا، بس حاليا صرت عم بستعمله شهرين وكان بيرفكشن. وبحسه كمان اخف كيميكالز، يعني ما في كل الكيماويات اللي موجودين بالاشياء اللي بتلاقوهم بالسوبر ماركت which is good، لانه لازم تحموا حالكم وتحموا بشرتكم، لانه الديودوران من الاشياء اللي بنستعملها كل يوم، لازم نهتم بحالنا. بخبركم اكثر بس بالبركي بالعلب الفاضيه، بس تخلص ساعتها باكد لكم اذا رح اشتريها او لا. وهلا رجعنا للاشياء الميك اب. اخر شيء عندي 4 أغراض. أول شيء الفاونديشن. فاونديشن فجأة هالشهر رجعت للفاونديشن من لونكوم يلي هي الميراكل كوشن. ما بعرف ليه فجأة، مع أنه كتير حبيتها أول ما جبتها، فجأة نسيتها، ما بعرف ليه. هيك هديك المرة كنت عم بعمل ميك اب ورجعت طلعتها وتذكرت قديه هيدي الفاونديشن بتعقد، قديه هيدي الفاونديشن بتحسوها مثل سكند سكين، يعني مثل بشرة تانية. اذا انتم بعدكم مش مجربينها او ما شايفينها راح احط لكم اللينك هون للفيديو اللي كنت عمليته عن هيدي الفاونديشن كلها، جربتها خلال النهار وفرجيتكم كيف الابليكيشن فيها. هي بتجي مثل سفنجة بقلبها وبتحطون على بشرتكم. كتير منيحة on the go. أنا جبتها معي لأنه كنت مسافرة، أخذتها معي بالسفر، لأنه كتير هينة إذا بدكم تزبطوا شي على السريع، إذا بدكم تعدلوا شي على السريع. كتير بيرفكت، وألوانها كتير حلوين وكتير مناسبة لبشرتي. وهيك يعني أنا اللي عندي إياه هو 02 بيج. بنصحكم فيها كتير إذا عم بتفتشوا على فاونديشن خفيفة وبنفس الوقت بتقدر تخبي الشوايب على بشرتكم وعلى المسامات. إذا عندكم مسامات مفتوحة وكبيرة كتير 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 بيساعد، لأنه عن جد في ناس بتعاني منها، وهيدي الفاونديشن الوحيدة اللي بتقدر تغطيها بطريقة حلوة وما يبينوا إنه كأنه عم بتعبي بقلبها. كمان
من الاشياء اللي كتير حبيته وما عم بقدر اعيش بلاها هي الماك بينترلي بين بوت باسم بينترلي. هو مثل كريمي اي شادو، بس انه كل العالم بتستعمله از ان اي شادو بيس، وانا هيك كمان بستعمله. بستعمله تحت اي شادوز، تحت اي شادو لوكس، بستعمله لحاله. بس بدي مثلا اعمل بس اي لاينر، بحط بس من هيدا، لانه قد ما كان البشرة فوق العين بتحسوها أغمق وفيها مثل شرايين وفيها ألوان تانية، بس بدكم تخبوها وتعملوا مثل بلانك كانفاس، يعني بتعملوها لون واحد. هيدا الشيء بيعقد كتير، يعني أنا بستعمله كل يوم وأنجأ رايح منه سنتين، أكيد رح يضليني لفترة كتير طويلة. سعره تقريبا بحدود 60,000. سوري ما عم بقولكم هالمرة الأسعار، بس صراحة في اشياء كتير قديمة وعن جد ما عم بتذكر قد ايه كان سعرها. الاي شادو كمان يعني بحس اثنين الاشياء اللي بالعيون اللي كنت عم بحطهم هو هيدا البين بوت من ماك، وهيدا الاي شادو من ماك كمان كنتوا شايفينه يمكن بالهول القديم، المشتريات القدام كمان بحطوا اللينك هون. هو بلون باتينا. باتينا هو لون هيك فاتح على بيج مع شوية لمعة، يعني وقت بدكن يبين على عيونكم في شي هيك مهضوم، بس مش انه حابين تعملوا هالسموكي ايز او الاشياء الميك اب الثقيل. كتير خفيف، فيكم تحطوه باصبعكم، فيكم تستعملوا ريشة يعني، وبيلبق على كل شي. اوقات مثلا حابين تحطوا حمرة معينة، بس انه بيصير تفكروا انه اوف شو بدي احط اي شادو فوق، هيدا الاي شادو بيلبق على كل شي. اذا عم تحطوا نيود، اذا عم تحطوا احمر، اذا عم تحطوا بينك، اذا عم تحطوا بيربل، كله بيمشي، لانه فيري ناتشرال وكتير حلو. يعني ببين انه في شي على العيون بس منه كتير تقيل بهالطريقة. واخر فيفورت لهيدا الشهر هو فيفورت قديم حطيته هلا على شفافي، هو الريمل ابوكاليبس ليب لاكرز برقم ابوكاليبتيك اللي هو 303 اللي حطيته هلا على شفافي. كمان شيء اكتشفته عن جديد، كنت عم ضبلب شوي بالميك اب تاولة وجد اكتشفتهم، قلت اف ما كتير بحبهم اللي ضبيتهم وما عم بستعملهم، قررت ارجع طلعهم. وعن جد قديه هني كتير منيح. اول شيء عندهم ريشة كتير مريحة للاستعمال، فيكن ترسموا فيه وشفتكم بلا ليب لاينر، واللون اللي بيطلع منه كتير بيجمنتد، يعني ما بدكم بحاجة لتحطوا كتير طبقات، طبقة واحدة بترسموها وبيطلع اللون هو ذاته مثل القنينة. كتير حلوين، عندي منه لونين، نسيت اللون التاني شو هو، بس هذا بحبه أكتر لأنه بحب الألوان الفاقعة. إذا لحد هلا بعدكم مش مجربينهم بنصحكم فيهم، هني أبوكاليبس، مالن كتير غاليين، حقنا 20,000 يمكن حتى شوي أقل. بيعقدوا. هيدول هن كانوا كل الفيفورتس لشهر سبتمبر. سوري هالمرة ما كان في كتير فاشن فيفورتس وما كان في كتير اشياء تانية، بس بركي الشهر الجاي بيكون في شي تاني. thank you very much على المتابعة، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك لهذا الفيديو. باي.